أول تفريز معانا الحواوشي. استخدمت نص كيلو لحمة فيها نسبة دهن، وعليهم 3 بصلات كبار مفرومين فرم ناعم، وفرمت فلفل رومي وفلفل أحمر حلو وبقدونس. ضفت عليهم فلفلاية حراقة وده اختياري. ضفت معلقة كبيرة من اللية والتوابل، معلقة كبيرة من الملح ومعلقة صغيرة من الفلفل الأسمر. هقلب كويس عشان كل المكونات تختلط مع بعض، وبعد كده هفرزها في علبة بلاستيك مناسبة للفريزر أو في كيس تلاجة، وهطلعها قبل الاستخدام بوقت كافي عشان تلحق تفك. وبجد الحواوشي وجبة سريعة وبتنفعنا جدا وقت الأزمات وخصوصا في رمضان. وهنا كيلو من اللحمة المفرومة فيها نسبة دهن، هعمل نصها كفتة حاتي والنص التاني كفتة برغل. هحط عليها تفل بصلتين وبقدونس مفروم، وكمية البقدونس اختياري حسب الرغبة. وهضيف معلقة كبيرة من البيكنج باودر والملح والفلفل الأسمر. هقسم اللحمة نصين، نص هفرمه فرمة تانية عشان هعمل بيه كفتة الحاتي، وهضيف عليها معلقة كبيرة من اللية. أنا عايزة الفرم يكون ناعم ومش باين فيه البصل نهائي. هصبع الكفتة بمية البصل بعد ما ضفت لها معلقة صغيرة من الزيت. هفرز الكفتة في الفريزر وهطلعها قبل الاستخدام بنص ساعة. أما بقى النص التاني هضيف عليه ربع كوب من البقسماط الناعم وبيضة وربع كوب من البرغل المنقوع لمدة ساعة ومتصفي كويس، ومعلقة صغيرة من الجنزبيل، ومعلقة صغيرة من ثوم البودر، ومعلقة صغيرة من البابريكا، ومعلقة صغيرة من الكزبرة. هعجن كويس وهشكل الكفتة حسب الرغبة، وأنا عملتها على شكل بيضاوي، تقدري انتي تعمليها صوابع أو كور. طلعت معايا 15 قطعة، هفرزها بقى في الفريزر وهطلعها قبل الاستخدام بنص ساعة. كيلو من اللحمة المفرومة فيها نسبة دهن، عليهم بصلتين كبار مفرومين فرم ناعم. هضيف عليهم معلقة صغيرة من الكزبرة ومعلقة صغيرة من الكمون واتنين معلقة صغيرة من الفلفل الأسمر، وهضيف الملح حسب الرغبة ومعلقة صغيرة من الكوبيبة الصيني. هعجن كويس كل المكونات. وبعد ما عجنت كويس
هبدأ أشكل اللحمة كرات متوسطة الحجم. وبكده عملنا كفتة داوود باشا يا دوبك نحطها في الصلصة، وهفرزها بالشكل ده في الفريزر. هنا نص كيلو لحمة مفرومة، هعملها بفتيك كداب. هضيف عليها معلقة كبيرة من البصل البودر، ومعلقة كبيرة من الثوم البودر، ومعلقة صغيرة من البابريكا، ومعلقة صغيرة من الفلفل الأسمر، وهضيف الملح حسب الرغبة، وهضيف معلقة صغيرة جنزبيل وده اختياري، ومعلقة صغيرة من البهارات اللحم، ومعلقة صغيرة من السكر، ونص معلقة صغيرة من القرفة، و2 معلقة كبيرة من الدقيق. هعجن كويس كل المكونات مع بعض. وهنا هضيف بيضاية وهعجن مرة تانية. وفي حالة عدم تماسك اللحمة هضيف معلقة من الدقيق. هشكلها بالطريقة اللي قدامنا على أكياس تلاجة. هفرزها بالشكل ده، ووقت الاستخدام هطلعها على طول على التحمير من غير ما تفك. وهنا هحضر صلصة البولونيز. حلة على النار فيها كمية مناسبة من السمنة، هضيف عليها بصلاية مفرومة وجزراية مبشورة وفلفل حلو مفروم. هنزل عليهم بنص كيلو لحمة مفرومة، وبعدين هضيف معلقة صغيرة من الثوم المفروم، وهضيف الورق اللورا، و2 معلقة كبيرة من معجون الصلصة، وكوباية ونص من عصير الطماطم، وبعدين هضيف ورق الريحان، ونص معلقة صغيرة من الزعتر، وربع معلقة صغيرة من الكزبرة، ومعلقة كبيرة من الكرفس المجفف، ومعلقة صغيرة من البقدونس البودر، وربع معلقة صغيرة من الفلفل الأسمر، و2 معلقة كبيرة من خل العنب وتقدري تستبدليه بالخل العادي. وبعدين هظبط الملح. هسيب الصوص يتسبك على نار هادية، وبعد ما يبرد هحفظه في علبة في الفريزر. وبكده بتكون جاهزة لتقديمها مع المكرونة الاسباجيتي، وبرضه تقدري تستخدميها في تحضير اللازانيا. وهنا هعمل شاورما لحمة اللي لا غنى عنها دايما في الفريزر. كيلو من اللحمة قطعية الانتركوت مقطعاها شرايح طويلة بالسمك ده. هبدأ أتبلها. كوباية مية بصل، ومعلقة كبيرة من عصير الليمون، و2 معلقة كبيرة من صلصة الطماطم،
وكوباية زبادي. التوابل: معلقة صغيرة من الفلفل الأسمر، معلقة صغيرة حبهان وورق لورا مطحونين، ومعلقة صغيرة كوبيبة صيني، ومعلقة صغيرة جنزبيل وبابريكا، ومعلقة كبيرة من كوس الطيب المبشور، 2 معلقة كبيرة من السكر. وهظبط الملح، و2 معلقة كبيرة من الثوم المفروم، و2 معلقة كبيرة خل. هقلب المكونات كويس واحفظها في علبة في الفريزر، واقدر اعملها سندوتشات جنبها بطاطس، او اعملها وجنبها مكرونة، او اعملها فتة شاورما. هنا هحضر تتبيلة فراخ التندوري: كوباية زبادي، 2 معلقة كبيرة ثوم مفروم، 3 معالق كبار زيت، معلقة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة من البابريكا، معلقة صغيرة من الجنزبيل، ومعلقة صغيرة من الكمون، ومعلقة صغيرة من الفلفل الأسمر، ومعلقة صغيرة كركم، ونص معلقة صغيرة لون طعام أحمر، ومعلقة صغيرة جرام مسلة، ومعلقة كبيرة عصير الليمون. هقلب المكونات كلها كويس. هضيف على التتبيلة صدور أو دبابيس الفراخ حسب المتاح وحسب الرغبة. هفرزها في علبة في الفريزر، ووقت التحضير تقدري تعملي جنبها مكرونة أو رز بسمتي، أو تتاكل بالعيش العربي. كفتة الفراخ من التفريزات المهمة عندي في الفريزر، وهي عبارة عن نص كيلو من صدور ووراك الفراخ. تقدري تعمليها من الصدور بس. هفرمهم مع فلفلاية رومي، وبصلاية، وواحدة بيضة، وكوب بقدونس مفروم، ومعلقة كبيرة من الثوم المفروم، ومعلقة صغيرة بيكنج باودر، و3 معالق صغيرة من البقسماط الناعم، ومعلقة صغيرة من البابريكا، ومعلقة صغيرة جنزبيل، ومعلقة صغيرة من السماق والفلفل الأسمر. وهظبط الملح، ومعلقة صغيرة من الكزبرة. هسيبها تستريح في التلاجة نص ساعة، وبعدين هبدأ أشكلها على الستيكس. هفرزها، ووقت التحضير هسويها على الجريل.